الأرض ديال الحاج محمد كانت كبيرة ومقسومة بين الولاد، ولكن بعد الجريمة ولات رمز للدم والمعاناة. الطاهر والزهراء قرروا يحافظوا عليها، كل نهار كيمشيو يشوفوا المحاصيل ويعطيوها الرعاية اللي كانت الوالد ديالهم كيدير. الدوار بدا كيشوف التغيير، الناس اللي شافوا الدم والخصام بداو كيحترموا الأرض بحال رمز للعدالة، حتى الحيوانات في الضيعة، الحقول والينابيع بداو كيبان لهم بحال اللي كيتكلموا، كل شيء كيذكرهم. الحق خصو يكون، والطمع كيدمر حتى أقرب الناس. زهرة والطاهر بداو كيجمعوا كل الحكايات القديمة على الوالد اللي كان كيقسم الأرض بالعدل وبلا طمع. كانوا كيقولوا لبعضياتهم: إذا بغينا نعيشوا بسلام خاصنا نتعلموا من الخطأ ديالنا وما نكرروش نفس الأخطاء. حتى الناس في الدوار بداو كيشوفوا هاد الأرض بحال درس حي لكل واحد كيخطط للطمع. بزاف بداو كيجيبوا ولادهم باش يشوفوا وكيحكيو ليهم على الخير اللي كان الحاج محمد كيديروه، الصراع اللي وقع بعد ما مات عبد الكبير، العبرة الكبيرة على أن الطمع كيدمر حتى العائلة نفسها. الطاهر وزهراء بداو كيتعلموا كيفاش الحياة ماشي غير فلوس وأرض، الحياة هي المحبة، الصدق والاحترام بين الناس. ولكن رغم كل هاد الجهود ندوب اللي خلاتها الدم بقات واضحة في القلوب وفي الأرض، والدوار كامل كيحس بها. شهور دازت على الحديث، الدوار بدا كيرجع لحياته الطبيعية من برا، ولكن في الليل في الدار القديمة ديال الحاج محمد الهدوء كان مزيف. زهرة كانت كتسمع صوت الريح كيتحرك في الحيط، وكأن الأرض كتحكي ليها الدم اللي سال وما تحرقش. الطاهر كل مرة كيدخل للدار بعد الخدمة كيشوف الظلال في الغرف القديمة، وكيحس بحضور الوالد وأخوه الكبير. اللي وقع في الليل صوت صرير الأبواب القديمة كيرجع ليها ذكريات المشاجرة، صوت الحيوانات في الضيعة كيبان بحال صرخات صغيرة كتفكرهم بالدماء. زهرة كتحس براسها كيتقال، وكل مرة كتدخل الحقل كتلقى قلبها كيتقطع من الحزن على اللي كانوا وما بقاوش. الدوار كامل بدا كيشوف أن الدم كيبقى عايش، وأن الطمع ما كيمحيش بسهولة. حتى الناس اللي كانوا ساكتين بداو كيحكيو لولادهم القصة باش يتعلموا العبرة قبل ما يوقع شي حاجة كبيرة في المستقبل. الطاهر وزهرة بداو كيتكلموا مع بعضهم في الليل، كيبينوا لبعضياتهم حتى ملي كنديروا الخير ونتعاملوا بالحق ما كيعنيش أن الناس الآخرين غادي يتعلموا، ولكن على الأقل نحافظوا على روح الوالد. وبداو كيتفقوا أنهم يحافظوا على الأرض ويورثوها بالعدل باش يكون درس حي في الدوار لكل واحد يجي من بعدهم. نهار الجمعة الطاهر وزهرة قرروا يديروا سهرة صغيرة في الدار القديمة، ماشي باش يفرحوا ولكن باش يحكيوا للدوار كامل القصة ويوريوا العبرة من الدم والطمع. الناس جاو، الجيران، الأقارب، وحتى ولاد اللي كانوا صغار وسمعوا جزء من الأحداث غير بالهمس. زهرة بقات واقفة وعيونها مكتوب فيها الحزن، وقالت بصوت مبحوث: هاد اللي وقع بيناتنا بين خوتي راه درس كبير لكل واحد. الطمع كيدمر المحبة، والورث اللي كيجيب الظلم ما كيجيب غير الخراب. الطاهر زاد: اللي بغى الخير خاصو يكون صبور وعادل، ما كاين حتى واحد يستحق الدم ولا الألم. الناس كلهم صمتوا وكانوا كيبكيوا لابويا، ولكن كل واحد بدا كيحس بالدرس ديالو. حتى الصغار بداو كيسمعوا بعينين مفتوحين على الدرس الحقيقي. الحق ديالك ما خاصكش تاخذه بالظلم، والطمع كيخلي حتى الناس اللي قراب يتحولوا أعداء. السهرة كانت حزينة ولكن مهمة، حيت علمت الدوار كامل أن الدم كيكون غالي، الطمع كيخرب حتى العائلة نفسها، والعدل والحق هو اللي باقي في النهاية. زهرة والطاهر خرجوا بعد السهرة وشافوا الحقول، الأرض والدار القديمة، وقالوا لبعضياتهم: هاد الأرض كتكلم، كل حجر فيها كيحكي قصة، وعلينا نحافظوا على العبرة ديالها. شهور دازت ولكن الطاهر وزهرة باقين عايشين مع ظل الحديثة اللي قلبت حياتهم. كل مرة كيمشيو للحقول، كل مرة كيشوفوا الدار القديمة كيحسوا بالذكريات الثقيلة. زهرة كل صباح كتفيق وكتشوف صور الوالد وخوتها وكتحس بجروح القلب. علاش الطمع قدر يفرقنا؟ واش ما كانش ممكن نعيشوا كاملين بخير؟ الطاهر من جهته كل ليلة كيقعد وحيد في الحقل كيتذكر اللحظات قبل ما يموت عبد الكبير، وكيتساءل شنو كان ممكن نديروا باش نوقفوا هاد الدم قبل ما يسيل. حتى الجيران بداو كيشوفوا انهم مختلفين، صامتين اكثر، حزينين اكثر. الدوار كامل بدا كيعرف ان الطمع كيخلي الانسان ما يقدرش ينسى. الدم اللي سال بقى عايش في الذاكرة،
والعبرة كتعيش في القلوب قبل ما تكون في الحقول. زهرة قررت أنها تكتب مذكرات على الأحداث باش الأجيال الجديدة تتعلم وتعرف أن الطمع والظلم ما كيجيبوش إلا المآسي. الطاهر ساعدها وبدات الحكاية تحول من جرح حي لدرس حي للدوار كله. حتى الحقول بداو كيبانوا بحال كيتنفسوا، كيتذكروا القصة، وكأن الأرض نفسها كتشارك في الدرس. السنين دازت والدوار بدا كيشوف الأجيال الجديدة كتكبر في الحقول، في الديورو وعلى الحومات ديال الحي. الطفولة كانت كتلعب، ولكن طاهر وزهرة ما نساوش الدرس الكبير ديال الدم والطمع. زهرة بدات كتحكي للأطفال الصغار: شوفوا، هاد الأرض اللي كتلعبوا عليها كانت مسرح المأساة كبيرة، ولكن تعلمنا منها درس مهم: الطمع كيخرب القلوب والعلاقات، والحق خاصو يكون لكل واحد بلا ظلم. الجيل الجديد بداو كيسمعوا عيونهم كتلمع بالفضول والاحترام. حتى الناس الكبار في الدوار بداو كيعرفوا أن الذكرى مهمة والعبرة مهمة، وما خصهمش ينساو الماضي باش ما يعاودوش نفس الأخطاء. الطاهر وزهرة بقاو كيسهروا على الأرض، كيحرصوا على المحاصيل والدار القديمة وكأنهم حراس على العبرة. الدوار كامل بدا كيشوفهم بحال مثال حي للدرس: الصبر والعدل أهم من الطمع، الدم اللي سال ما كيعودش، المحبة والحق خاصهم يبقاو فوق كل شيء. حتى الحقول بداو كيبانوا كيتفتحوا وكيبانوا بحال كيتنفسوا، وكل شجرة كتقوى وكأنها كتشارك في الدرس مع كل من يجي بعدهم. بعد ما شافوا كيفاش الدم والطمع قدر يفرق العائلة ويخلي أثر كبير في الدوار، الطاهر وزهرة قرروا ياخدوا قرار كبير. زهرة قالت: ما غاديش نخلي هاد الأرض تولي سبب في خسام جديد ولا نسى الحق ديال أي واحد من العائلة. الطاهر زاد: إذن نوعدوا بعضنا، كل مرة نلقاو ظلم نوقفوه بالحق، ونقسموا كل شيء بالعدل، وما نخلوش الطمع يكسرنا من جديد. الدوار كامل بدا كيشوفهم بحال مثال حي على الإصلاح والمحافظة على العبرة. الحق والعدل بداو كيوليو قاعدة في الدوار، كل ملكية كتقسم بالعدل، أي نزاع كيحل بالحوار قبل ما يوصل للعنف. الطمع ما عندوش بلاصة في القلوب ولا في الحقول. حتى الأطفال اللي كيكبروا في الدوار بداو كيتعلموا من خلال الممارسة اليومية ديال الطاهر وزهرة. كل مرة كيشوفوا الصبر، العدالة واحترام الناس لبعضهم كيترسخ في القلوب ديالهم. الأرض ديال الحاج محمد بقات رمز حي للعبرة، كل شجرة كتذكر بالعدل، كل حقل كيشهد على الدم اللي سال باش ما يتنساش عبرة الطمع، كل حجر في الدار القديمة كيحكي قصة الأخوة والحذر من الظلم. السنين دازت والطاهر وزهرة بقاو كيتعاملوا مع الأرض والدوار بحال حراس على العبرة. كل يوم كيشوفوا الجيران والأطفال كيتعلموا من طريقهم: العدل قبل الطمع والمحبة قبل الحقد. الدوار بدا يولي مكان مختلف، النزاعات القديمة بداو كيتحلوا بالحوار، الورد كيتقسم بالعدل وكيولي مثال للجيران القريبين. الأطفال كيكبروا وهم عارفين أن الطمع كيخسر الإنسان قبل أي شيء آخر. زهرة كتحس براسها شوية مرتاحة، ولكن الجرح ديال الماضي باقي في القلب. الطاهر كيتفرج في الحقول وكيتأكد أن الأرض ما بقات مجرد مكان للرزق، ولكن رمز للدرس الكبير اللي خلى الدم يسيل. الناس في الدوار بداو كيتحدثوا عليهم، قالوا: شوفوا الطاهر وزهرة هما اللي خلاو العبرة تعيش وما خلاوش الدم يمشي بلا فائدة. حتى الرياح بداو كيبانوا بحال كيتنفسوا، والشمس كتشرق كل نهار باش تذكر الجميع أن العدل والمحبة أقوى من الطمع، وأن الدروس ديال الماضي خاصها تبقى حية في القلوب قبل الأرض. السنين دازت والطاهر وزهرة كيبقاو محافظين على الأرض وعلى الدرس اللي خلاه الدم يسيل، ولكن الماضي ما كيتنساش بسهولة. وكل مرة كيجي شي واحد من العائلة اللي بغى يزيد في الميراث بلا حق كترجع الذكريات المرة حية. نهار واحد جا بن عم بعيد على الدوار ومعه الناس من المدينة، وبداو كيدخلوا في مشاجرة على حق قديم في الورثة. الطار حاول يحل الأمور بالكلام والحوار، ولكن الضغينة والطمع كانت أقوى. النتيجة كانت مأساوية، واحد من الناس مات في الخلاف والدوار كله عاد في صدمة كبيرة. الطاهر وزهرة بقاو حزينين وعارفين أن العدل بلا صرامة ممكن يطيح. زهرة بقات كتعيد وتقول: شوفوا هذه العبرة، الطمع كيجيب غير الخراب والدم اللي سال ما كيعودش. الدوار كامل تعلم الدرس، ولا الطاهر وزهرة كيبقاو يحرسوا العبرة، كل واحد ياخذ الحق ديالو بلا طمع. الطمع ما كيجيب غير الألم، العدل والمحبة هما اللي باقين في القلب قبل أي شيء آخر. وفي الأخير القصة كلها كانت تحذير حي لكل واحد في الدوار وفي كل مكان: ما خصكش تطمع في شي حق ماشي ديالك، وما تضيعش المحبة بين الناس، وإلا الدم كيولي بلا ثمن.